الريسبي ممكن تفضل حلوه جدا طول الوقت، وتفضل كل مره تطلع اكله حلوه، لحد ما في مره تجرب تغير حاجه واحده بس في الريسبي. وقصاد كده المتعودين على الطعم الاصلي مش هيحبوا وصفتك الجديده، وحتى اللي ما كانش متعود ياكل منها هو كمان مش هيفكر يجرب. ده بالظبط اللي حصل مع ون بلس. في وقت كان سوق الموبايلات مقفول، ما كانش فيه غير ابل وسامسونج، واي حد عايز يشتري موبايل باداء عالي لازم يدفع رقم كبير. ظهر واحد جه من شركه اوبو ومعاه كارل بي، صاحبنا اللي عمل ناثينج. كان كيف عنده يرمي نفسه لاي بزنس جديد. الاثنين كانوا وصفتهم واضحه: نعمل موبايلات بمواصفات فلاج شيب بس بسعر اقل بكتير. ومن هنا اتولدت ون بلس، وعملوا اول موبايل في 2014. السلوجان بتاعهم كان نيفر ساتل، يعني ما ترضاش باقل من اللي تستحق. طب باعوا موبايلات ازاي؟ ون بلس ما نزلتش لاي حد وخلاص، لا، عملوا انفيتيشن. لو انت عايز تشتري الموبايل لازم يبقى معاك انفايت زي الكيو ار كود بتاع الساحل. والحركه دي نجحت جامد، وده خلى الناس تحس ان الموبايل مش مجرد منتج، دي حاجه محدوده جدا مش اي حد يقدر يوصل لها. سبحان الله كل مره الحركه دي بتنفع، لدرجه كرروها تاني بعد 6 سنين زي ما شفنا ناسينج في الحلقه اللي فاتت. الموبايل فعلا كان بيقدم اداء عالي وسعر اقل ونظام تشغيل خفيف، كان اسمه اوكسجين او اس، اللي في الوقت ده الاندرويد كان اتقل من الاكل بالسمنه البلدي. ون بلس قدمت تجربه اشبه بستوك الاندرويد بس عليها شويه تحسينات ذكيه. هنا الناس شافت ون بلس افضل قيمه مقابل سعر في العالم كله. كارل بي هنا كان فاهم لو انت عايز تبني براند قوي ما ينفعش تتعامل مع الناس كاودينس، لازم تبني كوميونتي. ومن هنا عمل لنفسه الريسبي. ون بلس بقت بتسمع المستخدمين، بعد كده بقت تخليهم جزء من المنتج. ده اللي خلى الناس مش بس تشتري الموبايل، ده كمان خلوهم بيدافعوا عن البراند اكنهم جزء من الشركه. في الفتره من 2016 ل 2019 ون بلس كانت في اقوى مراحلها، وعملوا موبايلات كتير المستخدمين والمراجعين كانوا بيعتبروها احسن موبايلات في السوق. السعر لسه اقل من ابل وسامسونج، والاداء قوي واحسن منهم ساعات، ورؤيتهم كانت واضحه: احنا مش بنبيع ارخص موبايل، احنا بنبيع فلاج شيب بسعر اقل. ولان اوقات كتير الفشل مش هو اللي بيكسر الشركات، انما النجاح السريع هو اللي بينسيها هي اصلا هنا ليه. بعد ما عملت ون بلس 7 برو وبرو 8 السعر بدا يعلى، والاسعار بدات تقرب اكتر من اسعار سامسونج. الناس سالت هو فين الفلاج شيب كيلر؟ يعني لو ون بلس بقت بنفس سعر الشركات ايه الفرق بقى دلوقتي؟ المشكله الثانيه انها بقت بتقرب جدا من اوبو. هي اصلا كانت شبهها في الاداره والتقنيه، لكن مع الوقت الشبه ده بان اكتر، والهاردوير بدا يبقى ده شبه ده، والسوفت وير بدا يفقد كل مميزاته. المشكله الاكبر كانت مشكله نفسيه مش مشكله تقنيات، لان اليوزر اللي حب ون بلس من البدايه ما حبهاش عشان هي شركه موبايلات وخلاص، حبها عشان كانت مختلفه. فلما بدات تبقى شبه السوق الاودينس هنا حسوا ان خلاص البراند فقد هويته. من 2020 ل 2024 بدا هنا سقوط ون بلس، بس الحقيقه هنا هي ما وقعتش، لان ون بلس 10 و11 بقى قريب جدا من سعر المنافسين، والشركه اللي كانت بتكسر السوق بقت يا دوب بتواكب السوق. فبدل ما ون بلس كانت بتقول للسوق انا مغيره الريسبي، بقت شركه بتقول انا عملت نفس الريسبي اللي ما كانتش عاجباكم. النهارده ون بلس لسه ما اختفتش، لسه موجوده ولسه بتعمل موبايلات قويه، بقت اقرب لبريميوم براند وبسعر اقل شويه من ابل وسامسونج. ما بقتش الشركه المتمرده اللي كانت بتكسر قواعد السوق، اتنقلت من كونها ديستريبيوتور لمين ستريم بريميوم براند. ون بلس بدات عشان كانت بتقول ليه تدفع كتير عشان تاخد موبايل فلاج شيب، بس مع الوقت السؤال اتقلب بقى: ليه اشتري ون بلس لو بنفس سعر التانيين؟ وهنا بالظبط بنتاكد ان البراند مش مجرد منتج قوي لكن هويه كامله. ولما بتفقد الطعم اللي معود الاودينس بتوعك عليه انت خلاص كده مش معاك. بما انك بنيت ثقه يبقى تحافظ عليها وتدي كل مجهودك انك تحافظ عليها وبس. وبصراحه دي اصعب حاجه ممكن تحافظ عليها في طبختك، انك دايما تطلع نفس الطعم كل مره، بس غيره عملها كتير. طبختنا الجايه التراستنج هو اهم مكون فيها.